محاصرون بقواعد عسكرية أجنبية وبمطامع استعمارية قديمة. ولما نقول نحن مستهدفون ونحن في الأجندات، إذا قالوا لنا راكم تخوفوا فينا، نعم نخوفوا باش نحافظوا على البلاد، معليش نخوفوا. حذاري ثم حذاري ثم حذاري. نقول إذا لا قدر الله انفلت الوضع في البلد، إذا لا قدر الله تمت انزلاقات من خلال سواعد أبناء البلد، إذا لا قدر الله سادت الفوضى في البلد، لن يبقى في الجزائر لا الأخضر ولا اليابس، سنغرق جميعا، وسوف يكون مصيرنا لا قدر الله مصير الدول التي نراها اليوم في الدمار والخراب. لا يمكن أننا ندخل استحقاقات هامة في جو مشحون، في جو مضطرب، في جو مشوش عليه، في جو الإشاعات، في جو كذلك ممن يدفعون بشبابنا إلى الشارع من أجل الانتحار الجماعي ومن أجل تخريب ما بنيناه منذ عقود. على الأحزاب السياسية أن تتنازل عن حظوظها الحزبية الضيقة اليوم، أن تترفع عن مطامعها الحزبية.